اهلا بيكم فيديو جديد على قناه سمبل مونتاج. هتكلم في الفيديو ده ان انت ازاي تفصل تراك الصوت عن تراك الفيديو. في الفيديو ده هستعمل 3 برامج مونتاج وهشرح لك ان انت ازاي تفصل تراك الصوت عن الفيديو. ده الانترو الخاص بالقناه بتاعتي انا، علشان اقدر احرك ده زي ما انت شايف، او تراك الفيديو هو مع تراك الصوت بيتحركوا مع بعض. فاحنا ساعات بنحتاج ان احنا نفصل ده عن ده ونحط مثلا صوت تاني او موسيقى او اي حاجه تانية. هنستعمل في الفيديو ده زي ما قلت لك 3 برامج: برنامج الادوبي بريمير والسوني فيجاس وكمان الكامتازيا ستوديو. اول حاجه برنامج الادوبي بريمير. علشان تعمل الموضوع ده هتيجي هنا تدوس كليك يمين على التراك بتاع الصوت او الفيديو، وبعد كده تيجي هنا على كلمه اللينك. على طول هتلاقي ان تراك الفيديو لوحده وتراك الصوت لوحده. علشان ترجعهم مع بعض تاني هتيجي كده وتروح مسلت، هتعمل لهم سلت وتيجي على تراك الصوت او الفيديو وتروح دايس كليك يمين وتروح قايل لينك. يبقى انت كده رجعتهم مع بعض تاني. رقم 2 وهو برنامج السوني فيجاس. انا طبعا هنا هستعمل اصدار ال 13. انت تقدر تستعمل اي اصدار، هي الفكره واحده، ان انت هتعمل سلكت على الفيديو والاوديو وتروح دايس على حرف اليو، فهتلاقي ان تراك الفيديو لوحده وكمان تراك الصوت بقى لوحده. لو عايز تعمل لهم الاتنين مع بعض ترجعهم زي ما كانوا، هتعمل سيلكت للاتنين، هتعمل كنترول وتختار الاتنين مع بعض. يعني هتدوس على واحد وتروح دايس كنترول وتروح دايس على التاني، وبعد كده تروح دايس على يو، هتلاقي ان الاتنين مع بعض. رقم 3 برنامج الكامتازيا. انا هنا هستعمل اصدار رقم 9 عشان تفصل الصوت عن الفيديو. في برنامج الكامتازيا ستوديو هتيجي على اللي هو الفيديو ده اللي هو بيكون اصلا فيه الصوت بالفيديو، وهتروح دايس كده كليك يمين وتروح جاي هنا على سبريت اوديو اند فيديو، شايل لي التراكين دول مع بعض. علشان تخلي الاتنين مع بعض، يعني لما تيجي تحرك الصوت اهو، انا دلوقتي كده فصلتهم عن بعض. عشان اجي بقى احرك الاتنين مع بعض، طبعا انا هحط الاتنين مع بعض وهعمل سيلكت للاتنين، وهروح جاي كده كليك يمين على اي حد فيهم واروح جاي هنا على كلمه جروب. هلاقي ان الاتنين بقوا مع بعض جروب اهو. اقدر ان انا احرك الاتنين زي ما انا عايز. وبكده يكون انتهى شرح الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والاهم من كده اكتب لي في الكومنتات تحت ايه اقتراحاتك لفيديوهات بعد كده، ولو عندك اي استفسار اكتبه لي في الكومنتات تحت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.